السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقطع جديد وقصة جديدة على بركة الله. قصة اليوم هي قصة تحت عنوان رغيف عيش. جرت أحداث هذه القصة في نيويورك عندما كان حاكما يدعى لاغارديا. كان مشهورا بالحزم والعدل والإنسانية أيضا. ذات يوم وقف أمامه رجل عجوز متهم بسرقة رغيف خبز، وكان الرجل يرتجف خوفا ويقول أنه اضطر ليسرق الخبز لأنه كان سيموت جوعا. وقال له الحاكم: أنت إذا تعترف أنك سارق، وأنا لذلك أعاقبك بغرامة $10. وساد المحكمة صمت ملئ بالدهشة. ثم أخرج الحاكم من جيبه $10 وأودعها في خزينة المحكمة ليجمع في ذلك بين العدل والرحمة. ثم خاطب الحاضرين وقال: هذه $10 لا تكفي، بل لابد أن يدفع كل واحد منكم $10، لأنه يعيش في بلدة يجوع فيها رجل عجوز ويضطر أن يسرق رغيف خبز ليأكل. وخلع القاضي قبعته وأعطاها لأحد المسؤولين، فمر بها على الموجودين وجمع غرامتهم التي دفعوها عن طيب خاطر. ثم أعطاها الحاكم للعجوز مع وثيقة اعتذار من المحكمة. حقا يا إخوتي، أننا نريد محبة عملية ولو بغير كلام، لأن الكلمة حينئذ ستصبح نحاسا يطن أو صنجا يرن. إن من أقصى الطعنات التي توجه إلى قلب المحبة هي أن نتوقف عند حد المحبة بالكلام. إن الشمس لا تتكلم إطلاقا على إنارتها للعالم، ولكنها في صمت تعطي نورها كل يوم. والشمعة لا تتكلم عن احتراقها وذوبانها كي تضيء للغير، لكنها تفعل ذلك في صمت.